السلام عليكم، أخبارك إيه؟ يا رب تكون بخير. النهاردة كان آخر يوم ليك في ثانوية عامة. أتمنى تكون الامتحانات عدت معاك على خير وبسلام وما يكونش حصل فيها مشاكل، وحتى لو كان في مادة صعبة عليك أو مادة واجهت صعوبة في حلها فخلاص، اللي حصل حصل واللي عدى عدى. إحنا في النهاردة أنا بصور الفيديو ده يعني يوم الأربعاء بالليل، إن شاء الله هحاول أرفعه لك بكرة أو يوم الجمعة بالكتير. طيب مستر، انت منزل لي الفيديو ده ليه؟ الفيديو ده انت اكيد مش هتشرح لي فيه حاجة. فعلا انا ما عنديش حاجة اشرحها، هشرح لك ايه؟ الشرح خلص. ولكن آه انا مش بعتبر دوري اللي انا اجي اشرح لك وامشي واقفل وخلاص والمنهج خلص. يلا بينا نفتح باب الحجز للسنة الجديدة والكلمتين دول وخلاص. احنا في الاساس وزارة التربية والتعليم، وطبعا سمعت الكلمة دي كتير قبل كده، التربية قبل التعليم. ولكن يعني ايه تربية اصلا؟ هل التربية اللي انا اقول لك حب ابوك وامك، ما تشتمش، ما تشربش سجاير، اسمع الكلام، ذاكر الكلام ده؟ دي معلومات بديهية انا وانت عارفينها. ولكن التربية الحقيقية هي تربية وتذهيب، واللي انا اخلي نفسك واعية هي داخلة على ايه. هل انت كده خلصت؟ احب اقول لك انت لسه ما خلصتش. يعني ايه؟ هو انت هتمتحني تاني؟ لا، انت هتبدأ حياتك. انت كده بقيت فاضي بنسبة يعني 30-40%، لان برضو انت عندك كلية، الكلية فيها مذاكرة. اللي يقولك انت هتستريح في الكلية اصل الكلية مش هتذاكر، صدقني انت بتضحك على نفسك، واللي قالك الكلمة دي بيضحك عليك. ايا كان الكلية اللي انت هتدخلها، لو مجموعها 100% او مجموعها 50%، فانت هتذاكر غصب عنك. مفيش حاجة اسمها اصلا انا مش هذاكر. فعلا في كليات المجهود فيها اوفر، في كليات محتاجة مجهود عالي جدا، في كليات محتاجة مجهود متوسط. ولكن مفيش حاجة كلمة مفيهاش مذاكرة. عايز تنجح لازم تذاكر، وعلى حسب هدفك. هل انت داخل تقضي 4 سنين وتطلع، ولا انت داخل عندك هدف؟ وهنعمل فيديو ان شاء الله يوم النتيجة، يوم لما النتيجة تطلع نتكلم فيه تعمل ايه جوه الكلية. ولكن دلوقتي انا بكلمك تعمل ايه بعد ما خلصت امتحانات. طبعا الاجابة انا بص يا مستر، ولا عايز اذاكر ولا عايز اعمل اي حاجة. انا معايا اسبوع ولا اسبوعين، عايز افتكر انا كنت بعمل ايه اصلا قبل ما اخش ثانوية عامة. هقول لك حقك، انا مش طالب منك ولا تذاكر ولا هقول لك اتثقف ولا هقول لك اعمل اي حاجة. اللي طالبه منك في الفترة دي انك تلعب. يعني ايه؟ عايزك تلعب. انزل أجر حجز كورة مع أصحابك، انزل اقعد على القهوة مع أصحابك، بس اقعد بأدبك. مش عايزين شيشة، مش عايزين سجاير، مش عايزين حاجات تغضب ربنا. انزلي اقعدي مع أصحابك، قابلي صاحباتك وتجمعوا في بيت واحدة منكم واقعدوا مع بعض. اقعد اتفرج على فيديوهات لشخص انت بتحبه. مش هقول لك ذاكر، انا ابقى رخم لو قلت لك ذاكر، لان ده ولا وقت مذاكره ولا وقت اللي انت تعمل فيه حاجه. انا عايزك تقعد، عايزك تركز في انك تلعب. شفت دي؟ عايزك تركز انك تلعب. ولكن بجانب اللعب مش عايزك تريح، مش عايزك تخش وانت داخل سنه اولى كليه وانت مش عارف انت هتعمل ايه. يعني ايه يا مستر؟ ايه انا مطلوب مني اعمله ايه في اولى كليه اصلا؟ انت مطلوب منك ان انت تختار كليه. طيب اختار الكليه دي على انهي اساس؟ على اساسين. الاساس الاول الميول. طيب والله يا مستر بصراحه انا ما اكدبش عليك، انا داخل ثانويه عامه عشان كله بيخشها. وده عادي، انا دخلت ثانويه عامه عشان كله بيخشها، ومعظمنا دخل ثانويه عامه عشان كله بيخشها. وانا هدخل ايه؟ مش عايز ادخل ثانويه وعايز اخد كليه وعايز ادخل شهاده. ولكن الغلطه اللي بيقع فيها كتير ان هو ما يعرفش الكليه. انا دلوقتي دخلت كليه تجاره مثلا، لان احنا طبعا هنتكلم بالتفصيل ان مفيش كليه قليله، مفيش الكلام ده. كل دي اوهام اخترعوها مدرسين واخترعوها اولياء امور. المدرسين انا بالنسبه لي لو سالتني مين اللي وصل الثانويه العامه او البكالوريا او ايا كان المسمى للمرحله القاسيه دي، هقول لك المدرس يليه ولي الامر. هتقول لي يعني انت بتشيل اللوم كده من على الطالب، هقول لك مش بشيل اللوم من عليه. ولكن طالب ما هو الا واحد انت قلت له اقعد هنا قعد. بس خش ثانويه عامه، حاضر.
خش علمي، حاضر، اصل ادبي دي للفشلة، ادبي دي للبنات، مش عارف ايه الاهانة في كده. لا، ادبي دي مش للفشلة ولا ادبي دي للبنات. انا كنت ادبي، ومدرسين الفلسفة كانوا ادبي، ومدرسين الجغرافيا كانوا ادبي، ومدرسين كتير جدا كانوا ادبي، ومدرسين اللغة العربية ممكن يكونوا كانوا ادبي، مدرسين كتير دخلوا الادبي. وانت بتاخد معايا وانا واحد خريج ادبي، بتاع كلية تجارة ادبي. الراجل اللي شغال في البنك، موظف البنك ده من ادبي. في ناس كتير من ادبي، مهندس المساحة ده من ادبي، راجل مهندس الديكور ده من ادبي. فادبي هي مش حاجة عيب، مش شتيمة، لكن احنا بنتعامل معاها انها حاجة قليلة. ليه؟ مش عارف، مش لاقي مبرر. ولكن ثانوية عامة هي 3 سنين عدت خلصوا خلاص. انت بتبدأ حياتك، انت مش بتنهي حياتك، انت مخلصتش، انت لسه بتبدأ. مطلوب منك اللي انت تختار كلية مناسبة ليك. يعني ايه يا مستر مناسبة ليا؟ يعني والله انا دلوقتي امكانياتي 1 2 3، ميولي 1 2 3. ببدأ اسأل، انت والله مثلا تعرف ان انا كمدرس خريج كلية الاداب، فوالله تقعد معايا وتسألني مستر ابعت لي عادي، مش عيب مستر، هي كلية اداب دي فروعها ايه؟ طب اقسامها ايه؟ طيب انا لو عايز اخشها، ايه افضل الاقسام اللي انا اقدر اخشها؟ ايه الاقسام اللي فيها شغل؟ ايه الاقسام السهله؟ طيب اصل بص يا مستر، انا بصراحه داخل عايز اخد شهاده، بس انا في بيزنس معايا شغال مع والدي مثلا في مجال، فانا بس داخل اخد شهاده عاليه وخلاص، فانا مش عايز ابذل مجهود عالي. طيب ترشح لي قسم ايه؟ تعرف مثلا اقسام كليه تربيه، هل الحاجه دي مناسبه؟ ما انا مش عايز اخش حاجه وخلاص. ما انا يا فرحتي دخلت هندسه، بسقط في هندسه وبقعد فيها 10 سنين، بس اسمي ابني في كليه هندسه. عملت لي ايه كليه هندسه؟ ومعظم المهندسين مش شغالين بهندسه. في ناس كتير جدا، عندك قناه دروس اونلاين بتاعت الباشمهندس احمد ابو زيد، ده خريج هندسه. عندك ناس كتير جدا شغاله في مجالات غير مجالاتها. عندك اشهر مبرمج وناس وانسان محترم جدا ومن احسن الناس في مجال البرمجه في الوطن العربي، الباشمهندس اسامه الزيرو، خريج خدمه اجتماعيه. فهي مش بالكليه، الكليه هي سلمه من سلالم النجاح. انت ممكن تكون كليتك غير مجال شغلك. في ناس كتير جدا شغلها غير مجال كليتها. في ناس كتير بتخش كلية هندسة وتعمل كارير شيفت أو شيفت كارير، وبتخش في مجالات تانية وبتنجح فيها وبتبقى ناس ناجحة جدا فيها. مش بقولك هتمسك الملايين، بس هتبقى مبسوط. خش المكان اللي يأمن لك وظيفة كويسة وتقدر من خلاله تعرف اللي انت تشتغل شغلانة كويسة، وشغلانة تقدر تفتح بيها بيت. لأن احنا في الآخر انا وانت بنتعلم عشان حاجة واحدة بس، اللي احنا نقدر نحقق مصدر دخل محترم. انا مش بتعلم غير عشان يبقى معايا وظيفة اقدر احقق منها دخل. اللي يقولك انا بتعلم عشان المكانة الاجتماعية، لا، انا ما بتعلمش عشان المكانة الاجتماعية، ولا انت بتتعلم عشان المكانة الاجتماعية. احنا بنتعلم عشان نشتغل، واكيد مش عايز اشتغل شغلانة بمرتب قليل، انا عايز اشتغل بمرتب عالي. فانا بدخل كلية اقدر من خلالها احقق الشروط دي. طبعا هنتكلم في رحلتك جوه الكلية بالتفصيل في فيديو تاني، ولكن أنا الهدف الأساسي من الفيديو ده اللي أنا طالع أتكلم معاك فين أنت خلصت ثانوية عامة ولكن ما خلصتش الحياة. أنت لسه بتبدأ الحياة، لسه بتستعد، ودي لسه أول سلمة ليك عشان تخش الحياة. عشان انت هتخش الكلية ليه نظام معين، الكلية ليها نظام معين هنتكلم عليه، وفي حاجات هرشحها لك تعملها جدا في الكلية، حاجات هقول لك إياك تعملها في الكلية ولازم تبعد عنها في الكلية ولازم تتجنبها. هنعرف الكلام ده في فيديو إن شاء الله هننزله قريب. ولكن اللي أنا عايزك تعمله دلوقتي اللي أنت تستجم، تستمتع، اهتم بنفسك، انزل احلق، ظبط حالك. بناتنا الجمال انزلوا ظبطوا حالكم، اتبسطوا، هيصوا، ده حقك. اللي يقول لك لا عيب وملهاش لازمة، بس كل حاجة بأدب. يعني مش عايزين نلاقي قدام اللجنة بنات قاعدة بترقص، مش عايزين نلاقي شباب مشغلة أغاني بصوت عالي وقلة أدب. لا، خلصت اتصور مع أصحابك، اقعدوا مع بعض، اخرجوا من بعد اللجنة أو اخرجوا تاني يوم أيا كان الوقت المناسب ليك. انزل أجر ملعب، انزل احلق، انزل اتصور، انزل اخرج، عيش. انت بني آدم وانا بني آدم، انا بحتاج وقت اريح فيه، انا بحتاج وقت افصل فيه.
وانت برضو بني آدم، انت مش صغير. عادي اللي انت يكون ليك حاجات بتحبها وحاجات بتكرهها، انت بني آدم، انت مش مطلوب منك حاجة. والفترة دي هتلاقي فكرة اختبارات القدرات، اللي انت تروح تعمل اختبار قدرات في كليات. هل يا مستر انت بترشحها؟ اه. طيب ليه برشحها؟ من باب الاحتياط. ما هي تكلفتها مش عالية، ولكن اهي بقت حاجة معايا في جيبي، احتجتها كان بها، ما احتجتهاش ما خسرتش حاجة. فرشح لك في الفترة دي اللي انت تعمل اختبار القدرات للكليات كلها. ما تستناش اصلا أنا الكلية دي مش عايزها، اصل دي مش في دماغي، اصل دي مش في الخطة بتاعتي. اعمله، مش هتخسر حاجة، مش هتتعب. دور في كليات، اعرف دلوقتي والله كلية آداب دي أقسامها إيه، كلية زراعة أقسامها إيه، كلية علوم أقسامها إيه. طيب القسم ده كويس ولا لأ؟ شوف لو حد قريبك في القسم ده. طيب أنا أعرف حد من عيلتنا اشتغل فيه، طيب أنا هقعد أسأله. اعرف. سيبك من الفيديوهات بتاعت اليوتيوب اللي يقول لك ايه، انت ممكن تشتغل من الكلية دي سفير ووزير. مع كامل احترامي، احنا خلينا ننزل على ارض الواقع. محدش هيشتغل الشغلانة دي الا لو هو بمواصفات معينة، من عيلة معينة، بدنيا وهيئة معينة. انت عايزني ابيع لك كلام ولا عايزني اقول لك كلام واقعي؟ عايزني اقول لك كلام واقعي. فالكلام الواقعي بيقول اللي انت تشوف حاجة على مقاسك. الكلام الواقعي بيقول تشوف انت سقفك فين. ما كلنا لينا سقف، كلنا لينا سقف. يعني انا مستحيل مثلا في يوم من الايام ابقى وزير التربية والتعليم، ممكن ابقى اشطر مدرس في مادتي، دي واردة مش بعيدة. لان اشطر مدرس هو واحد اجتهد على نفسه، وصل لأعلى حتة، فبقى عنده عدد كبير من الطلاب، ربنا يزيده ويباركه أيا كان. لأن مفيش مصطلح أصلا أشطر مدرس، في أشطر مدرسين. فأنا بطمح إن أنا أكون من أشطر المدرسين، دي عن طريق شغلي واجتهادي وسعي والكلام ده. فأنت برضو بتشوف سقفك، أعلى حتة أنا ممكن أوصل لها ليه، أوصل لها إيه. مفيش حاجة اسمها أنا ماليش سقف، لا كلنا لينا سقف. لان انت لو مالكش سقف يبقى هتقع. انما لما يبقى ليك سقف انما لما يبقى ليك سقف انت عارف انت اخرك هنا، فانت اخرك في الحتة دي. فانت لما توصل للحتة دي انت بقيت تمام، انت بقيت زي الفل، بقيت جاهز. لازم تكون انسان واقعي. ما ينفعش تبقى عايش على السحاب، ما ينفعش تبقى احلامك كلها في السماء وانت على الارض. الفترة دي هي فترة هدوء، فترة هزار، فترة ضحك. ما تشيلش هم النتيجة، انت عملت اللي عليك. ايا كان، بتذاكر من اول السنة بانتظام، الله ينور. حصل لك ضربات وما ذاكرتش، بس كنت بتحاول وكنت بتحاول تمشي الدنيا على حسب ظروفك، الله ينور. يا عم لو ذاكرت اخر شهر فالله ينور. ولكن في الاخر ربنا سبحانه وتعالى مش هيساوي اللي تعب واجتهد باللي غش او ما كانش جاهز. ربنا مش بيضيع تعب حد. اللي تعب شهر هياخد التعب ده، واللي تعب سنة هياخد التعب ده. وعايزك تعرف اخر حاجة عايز اقولها لك، عايزك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيظلم حد. ربنا مش بيحطك غير في المكان المناسب. لو انت كنت بتذاكر 24 ساعة في الاخر جبت مجموعة دخلك كلية غير اللي انت عايزها، والله اقسم بالله العظيم ده مكانك المناسب. مش عشان انت وحش، عشان ده مكانك اللي انت هتنجح فيه. ده المكان اللي انت هتقابل فيه الشخص المناسب في حياتك اللي هيوصلك لحتة كويسة. الله اعلم، انت ممكن تكون كنت عايز كلية طب تخش تجارة. قدامك حل من الاتنين، يا تقعد تعيط لي يا تتأقلم. وصدقني التأقلم هو الحل. والله انا اعرف ناس شخصيا في حياتي مرضوش يتقبلوا الواقع، ما نجحوش، فضل ثابت لحد دلوقتي في نفس المكان. في اللي تقبل الواقع بتاعه وخلاص نجح في المجال بتاعه. انا واحد من الناس ما كنتش عايز ابقى في المسار ده، لو مسار التدريس، ولكن ما هو الخير ليا خلاص وانا حبيته دلوقتي يعني. بس بتكلم وانا طالب ما كنتش حابب ان انا اروح لحتة اللي انا ابقى مدرس. كان في دماغي طموحات تانية وحاجات تانية واهداف تانية، ولكن ده المسار المناسب ليا، ودي الحاجة اللي ربنا حطني فيها، ودي الحاجة اللي ربنا اختارها لي. فتمام، انا داخل كلية آداب دي بمزاجي، محدش اجبرني عليها.
يعني أنا مجموعي الحمد لله الحمد لله كان مجموعي جايب كل الكليات الأدبية ما عدا كلية اقتصاد وعلوم سياسية وكلية الألسن، وأنا ما كنتش حابب اقتصاد وعلوم سياسية لأن أنا مفيش مستقبل هقدر أشتغل بيها من خلاله، وأنا مش من محبين اللغات. فدخلت كلية الآداب والحمد لله قدرت إن أنا أوصل للحتة اللي أنا فيها، اللي هي مش أحسن حاجة، أنا مش أحسن إنسان في الدنيا، ولكن بحاول وبسعى. وأنت مطلوب منك إنك تحاول وتسعى في أي مكان وفي أي كلية، من أقل كلية زي ما قلت لك بتاخد من 50% لحد الكلية اللي بتاخد 100%. استمتع بأجازتك، استمتع بنهاية الرحلة اللي أنت خلصتها، مش نهاية حياتك، أنت لسه هتبدأ حياتك. استمتع بنهاية الرحلة القصيرة اللي كانت مدتها 11 شهر، خلصت على خير. انت كنت بطل، انت كنت قدها، قدرت تعدي منها. حصل ضربات كتير، حصل مشاكل كتير ليك أكيد في الوقت ده، الحمد لله إن الرحلة عدت. أشوفك على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.